من الحاجات الاساسيه اللي بنحب نعملها في العيد وهي الترمس. تعالوا بينا نعمل الترمس بكل سهوله وبساطه ونقول بسم الله وعلى بركه الله ونبدا. اول حاجه عملتها جبت كيلو من الترمس وجبت العلبه بتاعتي الحلوه كده، اي علبه عندنا هروح حاطه فيها وهبدا اللي انا انقيه، اشيل اي شوائب فيه وبعد كده هنقعه. بعد ما نقيته كده زي ما انتم شايفين هنقعه في ميه من بالليل للصبح. اهم حاجه اللي انا انقعه في ميه تمام من بالليل للصبح، وطبعا غسلته كذا مره. وبعد كده زي ما انتم شايفين بينفش في الميه كده، تاني يوم الصبح اهو بينفش. بعد كده هغسله غسله حلوه جدا جدا وهحطه في الحله بتاعتي وهروح ضايفه عليه ميه تانية نظيفه. بعد كده هحطه على النار ياخد كده غلوتين تمام. اول ما ياخد الغلوتين دول هبدا اللي انا اشيل الريم اللي هيطلع فوق الوش ده. اشيله ازاي بكل سهوله؟ هجيب مصفى كده واروح شايلاه بيه بكل سهوله، هيتشال بسرعه كده زي ما انتم شايفين. بعد كده ما يقعد يغلي نص ساعه 3/4 ساعه اروح ضيفاله الملح بتاعه. لو عايزين تضيفوا الملح من الاول مفيش اي مشكله، بس انا بحب اضيفه كده في الاخر علشان ايه يستوي معايا بسرعه. بصوا بقى الخطوه اللي جايه دي مهمه جدا. اهم حاجه اللي انا اصفيه في الحوض وما افتحش عليه الميه، يعني ما اغسلوش، اسيبه بقى هو يبرد في المصفى كده براحته خالص عشان خاطر ما يعملش يعني ما يمليطش مننا تمام. هنا بقى محلول النقع ممكن تعملوه بكذا طريقه. ممكن نحط الملح ونحط معاه كمون وليمون وشطه في المحلول دون ونسيبه في التلاجة، وممكن زي ما انا بعمل كده بحط له الملح ويعني لتر الميه اللي هو 4 كوبايات ميه عليها 3 معالق كبار من الملح، وتاكلوا بقى احلى ترمس. وكل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الفطر المبارك، ويا رب يا رب يجعل كده ايامنا كلها خير وسعاده وبركه يا رب، وتطلعوا من رمضان مجبورين الخاطر. زي كل مره عايزه اعرف التريكات بتاعتكم ايه في الترمس، واهم حاجه ما تنسوش لو وصلتوا هنا تصلوا على النبي وتتابعوني. انا ساره جمال من بورسعيد. باي باي حلوين. Mama, I want to like I love you.